الورد والفل والجمال على كل مشاهدين. النهارده في اولى حلقاتي مع رشا في البيت المصري طالعه لكم بحاجه كده هي دخلت بيوتنا كلها، مش هنقول كلها عشان محمد ما يتغرش قوي، معظم بيوتنا ناقشنا فيها واتفرجنا عليها وكانت جابت ترند زي ما بيقولوا، برضو جابت ترند وما زال زي برضو ما بيقولوا راكب الترند. فمعايا ضيفي النهارده محمد عادل صاحب واقعه عامل النظافه في محل الكشري. اهلا بيك يا محمد. مرحب بيك. يخليك. الحمد لله. دلوقتي يا محمد انت طلعت ترند وخدت كارير كده المجال، ان انت دلوقتي حابب السوشيال ميديا والظهور فيها وبقى عليك الكلام كتير. ففي ناس قالت ان انت من الاول الموضوع كان متفبرك. متفبرك ازاي؟ تمام. ده اولا اداره كشري التحرير ليك فيديو، الفيديو دون اول ما انت دخلت علبه الكشري وخرجت دخلت تاني. احنا عايزين نبين النقط دي للناس لان في دلوقتي تضارب في الاقاويل. انت كده ما جبتيش المستندات من الاول. انا داخل اجيب علبه كشري، ازاي ما انت جبت الترابيزه الاول؟ لا مش جبنا الترابيزه، احنا في فيديو اداره التحرير نزلته ان انت خرجت بعلبه الكشري وبعديها رجعت. ايوه عشان اخدها في وسط الناس. وسط الناس ايه؟ استني دقيقه واحده يا استاذه. اوكي. انا من داخل اجيب علبه كشري ويقول لي اول ما دخلت وقطع بول. لا ما قالكش اخرج بره. لا استني استاذه، هقول لحضرتك حاجه. استاذه اتفضل. استاذه، الكلام ده معمول وموجود، هو في كاميرات بكده، هو في مسندات بكده، هو في كل حاجه بكده. طب مين كان بيصورك يا محمد؟ لا اقول لك على حاجه بقى، هي جت بالصدفه كده؟ حد واقف بقى، ما انا بيصورك. لسه كنت اقول لك اهو يا استاذه. انا اول ما دخلت وقطعت البني قال لي اطلع بره. اطلع بره ليه؟ يعني استنزر بره، يعني هو مش قصد، يعني اطلع بره عقبال ما مش هجيب لك العلبه. يعني خلي حد يجيب لك العلبه. انت ليه يعني ليه ما اخش المحل؟ طب اقول لك حاجه برضه، احنا معانا فيديو ان انت خارج بعلبه يا استاذ. انت ما لك في الكلام. ماشي اتفضل. انت ليه بتقطعيني؟ طيب مش بقطعك، اتفضل، انا سايباك تتكلم. يا استاذ سامع ان لقيتك انت بتقطعيني في الكلام. لا خلينا. لا انا مش بقطعك، انا ماشي اوكي. انا داخل اجيب علبه الكشري، اطلع بره. انا قعدت بيني وبين ربنا نص دقيقه بره، وقلت ازاي يقول لي الكلمه دي؟ لا انا قاطع بون، اخش اجيب علبتي. كانت حتى في ناس جوه قالت له لا ده احنا نقوم وهو يمشي. بظروفها كان في صحفي جوه بظروفها. يعني ولا انا متفق ولا الكلام ده كله، ولا حتى هو متفق معايا يقول لي اطلع بره. معلش يعني. دخلت زعت جوه، ازاي انت تقول لي اطلع بره؟ لا انا بجيب بفلوسي زي ما انت شايفه كده. طبعا انا خدت العلبه وخرجت بره، وبعد كده لقيت نفسي صعبان على نفسي. قلت لا انا اخش اكلها في وسط الناس. ما انا بني ادم، انا بني ادم. يعني معناه ان انت ما بتخشش جوه عشان خاطر الزباين، عشان خاطر اللبس الهيئه. لا هو ممنوع. لا. اصلا الاداره نفسها منع ان التيك اواي بيتاكل في الصالات. يا استاذ انت بتسال، كلنا عارفين الكلام ده. طب تجيبي السؤال بقى اللي اقول لي بقى اطلع بره دي بقى. لا انا الفيديو اللي الاداره نزلته ان انت خدت علبه الكشري وخرجت بيه وبعد كده داخل، واحنا معانا الفيديو جاهزين يا جماعه. طلعوا لنا الفيديو. لا بص يا استاذ، هقول لك حاجه. تمام. فين الانفعال بقى والموقف ان انت منعوك وقوموك احنا شفنا الشو بتاعك. ثواني احنا شفنا الشو بتاعك ان انت منفعل وبتزعق، وانت بعدها يعني انت اوريدي انا زعق جوه ليه؟ المهم ما ردوش عليا. طب لو انا غلطان، هو انت حد فاهمك يا محمد تعمل كده عشان تاخد ترند او تطلع ترند؟ يا استاذه انا لو زعقت جوه طيب ما فيش حاجه زي دي حصلت جوه. احنا معانا الفيديو. ايوه احنا معانا الفيديو اللي من الاداره. احنا معانا الفيديو. تمام. الفيديو معانا. ايوه اتفضل. احنا هقول لك حاجه يا محمد. تمام. احنا دلوقتي انت خدت علبه الكشري وخرجت بيها وجيت رحت قاعد، جالك زي اللي هو حد من السفره كلمك وجي حد تاني كلمك عشان ما يعترف بغلطه. وهو كمان زعله للمدير، قال له سيبه خليه ياخد براحته عشان هو عارف ان هو غلطان. لكن هو اصلا من نوع البريك جوه، انا عارف بكده. وانا بقول لك هو يا فندم علاوه انا من نوع البريك جوه فعلا، بس مش موضوع ممنوع، دي قوانين وهي الاداره منزلاها. استاذ انت ليه بتغلطيني؟ طيب لا انت طلعت للناس وقلت لهم انا عشان لبسي او انت طبعا مهنه شريفه وعلى راسنا من فوق. طيب انت ليه تخرجيني بره؟ انا مش بخرجك بره ولا هو خرجك بره. لا مثلا لا خرجني بره طبعا. زي ما انت اتكلمت احنا جايبين الوجه الاخر. طب اقول لك يا استاذه، اقول لك على حاجه احنا جايبين الوجه الاخر زي ما رد انت نزلت. طب اقول لك على حاجه، الفيديو رد عليه. انا ما لقيتش تعليقات على الفيديو ده. وليه مشى المدير في ساعتها؟ وليه مين قال لك الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ ادينا كانت معلومه هناك. واستاذ ده من رايك انت وكلامك انت. في حاجات طب ماشي احنا ما عندناش واقع بكده. واستاذ الهام سعيد جابت استاذ احمد من عندها صحفي وكان شايف الموضوع دوت يعني بعتته في لحظتها. استاذه رهيم بعتته في لحظتها يا فندم. في ناس كلمت الصحفيين بقى مش عارفه جابوه منين.
يعني هو كان موجود. طب دلوقتي الناس بتتكلم يا محمد ان انت حابب موضوع الترندات، مره عندك قضيه اولا دي بقى الصحفيين، انا مش لا صحفيين. انت طلعت قلت ايوه انا كنت سواق وحادثه بالخطا، ما طلعتش في فيديوهات قلت كده؟ استاذه بص يا محمد انت فيك حاجه بقى دلوقتي. استاذه بس يا استاذه، انا اخش معاك اي اسم الحمد لله دلوقتي هات لي اي حكايه. انت وصلتوا ل 36 قضيه. لا مش 36، احنا اللي وصلناها ولا احنا واقع؟ انت طلعت قلت انا عليا قضيتين. انت طلعت اعترفت بيه. السنه دي واحده بس، دي ماشي، دي شفت بقى بتقول انا معليش حاجه ودلوقتي بتقول دي مفيش حاجه عليا. مستددين من 2015 هي واحده ومستدده، مفيش اي حاجه عليا. انا رحت مركز ابو النمرس الحمد لله والشكر لله، كشفوا عليا وكشفوا على عيلتي وكل حاجه، مفيش اي حاجه. ده لقيت احسن خدمه عندهم، فطار وغدا وعشاء، ده احلى يوم في الدنيا شفته. ما لقوش عليه اي احكام. انا لو عليه احكام انا كنت خرجت من عندهم. لا طب معلش يعني، طب انت بقى بخلي الكلام يا فندم معلش معقول. ماشي. طب انت دلوقتي احنا بعد ما كانت الدنيا كلها متعاطفه معاك، اوكي كلامك صحيح والاداره ردت واحنا نزلنا الرايين يا فندم. كشري التحرير بقول لك في ساعتها صاحب الكشري حاج عماد كلمني في التليفون وقال لي انا اسف ومشيت لك المدير. طب انا هقول لك حاجه يا محمد، وفي كاميرات هناك السنه دي واحده، في كاميرات هناك في المنطقه بكل الكلام ده، وفي ناس شاهده بالكلام ده. طب انا هقول لك حاجه خلاص اوكي، النقطه دي اتكلمنا فيها. بعد ما الناس كانت متعاطفه معاك تمام وكل الناس متعاطفه، دلوقتي انت خدت اتجاه تاني. اراء الناس، انت شايف الناس معاك زي اول ما نزلت بالفيديو؟ ليه؟ لان دلوقتي انت ممكن يكون نقلت الصوره ليهم ان انت حابب الترند، واحنا كشعب احنا متعاطفين جدا، بنتعاطف مع الاحداث، بس في كم محمد في البلد بيحصل معاه كده ومن غير ما بيتكلم ومن غير ما بيشوف؟ لا محمد واحد بس. تمام. لا الموقف اللي حصل وبيحصل اكتر من كده. طيب انت لقيت الناس اتعاطفت معاك وتجاوبت معاك، لقيت الموضوع زي حلي في حلي معاك. طيب ماشي يا استاذه، اقول لك على حاجه. اخدته ان هي زي ما بيقولوا سوري في اللفظ سبوبه. انت بتشتغل ايه يا محمد دلوقتي؟ صح كده؟ شغال دكتور. بتشتغل ايه؟ طب ما تقولي بتشتغل ايه؟ ما انا اقول لك شغال ايه؟ انا قاعد من الشغل. قاعد ليه بقى؟ عشان تطلع في البرنامج ده، تطلع في البرنامج لا حابب الشهره. استاذه لا انت حابب الشهره. الشهره دول ما بتوصلش لحد يا محمد الا لما انت ليه بتديش فرصه البني ادم يتكلم؟ اتفضل اتكلم، انا معاك اتفضل. ومين اللي بيتصل بيا وبيجيبني هنا؟ وانا بقول لهم والنبي طلعوني هنا؟ لا احنا كانت في واقع، واما جابوك زمايلي جابوك على اساس كانوا بيتكلموا في الواقع. دلوقتي انا جايباك بتكلم كمحمد ان انت اتجاهك ترند 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 ترند. فين انت من كل ده؟ فين شغلك؟ ثواني انت لو الموضوع ده ما انتشرش واتعرف مش كنت هتكمل في شغلانتك؟ معتمد ليه ان قلت فلان جاب لي شغلانه وفلان جاب لي شغلانه وما وعدنيش، والفنان احمد العوضي كان دلوقتي بقيت حتى الناس اللي ساعدوك بقيت تهاجمهم. طب اقول لك على حاجه، بتصل عليه ما بيردش. طب اقول لك على حاجه يا استاذه، ما تديني فرصه اتكلم على اذنك، عشان انا بحب اللي حد يتكلم، انا تحت امرك، عشان السؤال ده ليه رده وعشان كله يسمع. استاذ احمد العوضي احكي لي مثلا استاذ احمد الفنان احمد العوضي جابك وعمل ايه معاك؟ بالظبط كده استاذ احمد العوضي اخويا وحبيبي وكرمني و100 فل و10، بس هو كان انسان واتعامل معاك بانسانيه زي اي المصريين. طب بالظبط كده بالظبط كده. وسأل الصحفي قال له ايه مشكلته؟ قال له ده سواق دخل عم النظافه عشان رخصته منتهيه، حلو الكلام، وقال له ايه مش يعني مش عارف يعني مش قادر يعملها. راح قال لا انا اعملها له 100 فل و10، حلو الكلام تمام كده. خلاني رحت الهيئه سلمت البدله بتاعتهم وخدت حسابي. في ناس على فكره على ذكر الكلام برضه قال ان انت مش مسجل في الهيئه يا فندم. السنه دي واحد بقى لا متعاقد مع الشركه مع واحد اسمه حسن عويس، متعاقد مع شركه. تمام انا بقول لك على اقاويل اللي احنا كالميديا اللي احنا قريناها على تمام. اصبح انا لما رحت استلمت البدله خلاص كده اتكلت بيني وبين ربنا على استاذ احمد. لان اعمل رخصتي كده ان شاء الله. طب ممكن اسالك برضك واقول لك حاجه؟ دلوقتي بتقول انا اتكلت على الفنان احمد العوضي. حصل. نعتبر ان اللي ما حصلش ده ما حصلش، اللي حصل ده ما حصلش. كنت مسكت الشغل بقى. انت وقفت حياتك دلوقتي كلها على ان فنان جاب لي، حد جاب لي. انت فين؟ طب انت مش دلوقتي الموضوع ده خد معاك ثواني انا رحت سلمت البدله. ثواني هقول لك حاجه. انت شايف ان الموضوع خد معاك اتجاه انت حابب تكمل فيه؟ لا 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 هو ده كده يا محمد. انت الموضوع خد معاك كده. انت دلوقتي ما كلمتني دلوقتي وقلت لي تعالى، انا اقول لك لا. مش هتقولي لا لان بالظبط كده. ماشي مش هتقولي لا لان انت بتاخد فلوس. نعم. اقول لك على حاجه. باخد فلوس. اقول لك على حاجه، انت اللي قلت لي في مكافاه جديديه، انا اللي طلبت منك فلوس. لا في فرق بين مكافاه ان انا اكافئك في كارير شغلك، وفي فرق ان انا بطلعك معايا. حاجه طب انت تفكير انسان، انا دلوقتي انسان عاديه وكلنا اخوات. لا استنى. لا استني عشان كده انا بتكلم. الاعدادات موجود الاعداد موجود متفق معاك.
نعم متفق معاك. ايوه هم انا كل برنامج تطلع فيه طلعت مع زميلتي وقلت برضو ما باخدش. ده بقى دي بقى مين؟ زميلتي مين؟ زميلتي اللي على قناه الحدث. على قناه الحدث؟ امير عبيد؟ انا اعمل لهم محضر هو محمد موسى. استغفر الله العظيم. ايوه انا اعمل لهم محضر. ليه اعمل لهم محضر؟ ايوه انا اعمل لهم محضر. ليه تعمل محضر؟ اهو بقى هي عشان بتقولي الحقيقه تعمل لا مش بقول الحقيقه، بتكلمني قلت لي انت كاتب في بطاقتك ايه؟ سواق. ايوه ده حقيقي بطاقتك. وانا عارف دلوقتي انت داخل المدينه دلوقتي. دي ايه؟ ثواني. دي ايه؟ دي رخصه. اكتب في البطاقه ايه؟ دكتور؟ لا سواق. طب الله ينور عليك. قلت لي انت كاتب في البطاقه سواق ليه؟ انا اقول لها ايه؟ لا مش عشان كده. لا عشان انت عامل نظافه بطاقتك، فاوريدي الناس دلوقتي واخده ان انت الموضوع كان في نسبه. انا داخل اعمل نظافه عشان مش دي لحد. طب وده جميل على راسنا من فوق. ماشي. وده على راسنا من فوق. عليك. واحنا بنحترم كل المهن. انت لازم عشان تروح المرور لازم تكتب في بطاقتك فيها سواق. لا 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 مش لازم كده. لا 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 سواق ده انت بتجيب رخصه وبتقدم استاذه ده قانون. ايوه يعني هو يعمل نظافه مكتوب في بطاقته سواق. يا استاذه اعمل نظافه ايه؟ ده مقاول. مين اللي مقاول؟ يعني انا شغال مع مقاول ومتعاقد مع الشركه. طب ايه علاقه عامل النظافه وده على راسنا من فوق اخواتنا طيب انا دلوقتي عشان ايه علاقه عامل النظافه دلوقتي؟ انت حولتنا ودخلتنا انا قال لي حاجه ومعلش وفي دلوقتي حاجه توظيفها. انا اسف انا متعاقد مع الشركه. انا عشان اشتغل 3 شهور 4 شهور اروح اعمل رخصتي وانزل اي شغلانه تعجبني. دي اولى يعني دي يعني هي دي كانت شغلانتك الاساسيه. السنه دي واحده. هي الاستاذه كانت بتقول ان دي شغلانتك الاساسيه. انا عندي اشيل الزباله وهشيل التراب عشان ما اديش ايدي لحد. وده جميل واحنا مش بنمنعك في كده. ما اكتب في البطاقه بقى مهنتي. ما هي يبقى دي مهنتك الاساسيه. طيب. عشان كده هي الناس خدت دلوقتي فكره عنك ان الموضوع كان متفبرك. لا متفبرك ازاي؟ بس لا فهي لما كانت بتكلمك بتقول لك انت مسجل في الهيئه. لا وبتقول لي بتاع الاستاذ هيدور. تقول لي ده الاستاذ هيدور كلمك وانت كذاب والاعدادات كلمك. طب ادي المستندات ادي التسجيل المكالمه حتى اللي جه عليا. هو كل اللي يكلمك يسجلك مكالمه عشان انت بتقول ما حصلش. يا استاذ طيب اقول لك الحاجه انت كل حاجه دلوقتي ماشيه على المبدا يا محمد ان انت بتقول لا ما حصلش. لا مش حد يكلمني. انا في العرض الجنيه انا راجل قاعد. انا ممكن وهتفضل قاعد السنه دي واحده ثواني يعني رد عليا. هتفضل قاعد على اساس ان القناه دي احنا بنطلع بنقدم الوجه والوجه الاخر. انا اقعد ما اقعدش مفيش حد عندي حاجه. ادي اول حاجه. ثاني حاجه انا مديك ايدي ليكي. لا ما انا قلت لك اي حد على جنيه. لا ما تقولش بس كده بقى اقعد ما اقعدش. خلاص هي دي بقت شغلانتك الميديا. السوشيال ميديا. لا مش السوشيال ميديا. امال ايه ليه مرافسي من تاني من شغلانتك ان انت طالع رحت عزا المرحوم فريد الديب بصفتك ايه؟ بصفتي ايه؟ لا بصفتي والله العظيم احنا عشان عايز برضو الكاميرات تصور. لا بصي يا استاذه ثواني انا كنت بتقول هطلع المهرجان. ايه؟ مع احترامي لكل انا دلوقتي كاعلاميه بدخل المدينه. انت ما دخلت المدينه دلوقتي طلعت تصريح ولا لا؟ تصريح؟ ملا تمام تصريح. انت بقى هتروح المهرجان بصفتك ايه؟ عايز برضه الكاميرات تصورك وتنزل ترند ومحمد كان في المهرجان. انت خدت حاجه حلوه جات لي اروح ولا ما اروحش؟ جات لك دعوه؟ ايوه جات لك دعوه من مين؟ ايه والله جات لي بقى من مندوب. قول لي من مين؟ لا مفيش مندوب. لا لو انت صح قول لي جات لي. لا جات لي طبعا. من مين؟ والا الله دعوه جات لك. اقول لك من مين؟ معلش يعني خلاص ما تقولش مش عايزين تقول من مين. مش عايزين تقول من مين بالظبط كده. انا بقول لك دعوه وجات لي. بس هي جات لك الدعوه يا استاذه جات لي. اقسم لك بالله متى اروح. انت يا محمد متجه دلوقتي لاتجاه اللي هو السوشيال ميديا والترندات. موضوعك الناس اتعاطفت معاه. انا شايفه دلوقتي الناس خدت بقت نموذج سلبي. نموذج سلبي. وليه حتى لو ربنا يكرمه باي حاجه ربنا يكرمك واحنا نفرح ان ربنا يكرمك. وليه يعني انت يعني مسكين يعني؟ لا انت مش عايزه ربنا يكرمني. انا مش عايزه ربنا يكرمني. السنه دي واحده ليه مش عايزه ربنا يكرمني؟ انت ماسك الترند وانا اللي بقول دلوقتي يا جماعه والنبي شغلت دماغك على الناس. ايه؟ شغلت دماغك على الناس. شغلت دماغي على الناس؟ من ناحيه ايه بقى؟ خدت منهم حاجه؟ لا نصبت عليهم؟ هو انا لما اشغل دماغي على الناس لازم اروح اقول لهم ادوني وخدت منكم ايه؟ طب انا مش عارف. ما الكلمه دي انا عايز افهمها. كلمه ايه اللي عايز تفهمها؟ اللي انت بتقول ان انت شغلت دماغك على الناس. شغلت دماغك على الناس. في ايه طيب؟ في ان انت ترندات كل يوم بتنزل بحدث. محمد هيروح المهرجان، محمد عنده قضيه، محمد عنده. طب هو استني واحده بس. انت كده بتتكلم معايا في كلام حلو قوي. اوكي. وانا لو قلت والنبي طلع القواضي اللي عليا ما عاد وصل 36 قضيه كان مسك. لا ده الناس دلوقتي عشان بتبين حقائق. انت مش هتقول النقطه دي ولا عايز تتكلم فيها. في الاول قلت ما عنديش قواضي ورجعت قلت قضيتين ومن 2015 تقريبا. استاذه اول حاجه هم اللي زودوها قال لك الواد ده بيشرب مخدرات والواد ده حبس. عشان لاقوك يا محمد. ثواني يا محمد. لقوا دماغك هقول لك حاجه. انا بقول لك الراي والراي الاخر. لقوا دماغك مش دماغ حد بيفكر ببساطه او لا. لقوا دماغك فيها حاجات. في ناس قالوا لك انت عندك بنفسي ولا بحد بيزقني ولا بحد اصل في ناس تقول لك في حد وراك بيزقك. مين اللي بيزقني ومين اللي ورايا؟
ده ربنا هو اللي موجود معايا. ونعم بالله. بالظبط كده. ونعم بالله. وانا رحت قلت والنبي يا جماعه اعملوا بلغ والنبي اللي انا راجل سوابي او راجل حرامي او لا انت ما بتقولش الجانب السلبي. الجانب السلبي ده الناس اللي حابه دلوقتي عشان كنت واخد اتجاه، كنت واخد اتجاه تعاطف. انا عايز منك خدمه واحده. ثواني يا تطلعي معايا من هنا اعمل التحاليل، ولو لقيتني بشرب مخدرات اعمل اللي انت عاوزاه. ليه بقى؟ هقول لك ليه. عشان الناس كانت واخده معاك الجانب الايجابي، ان هي احنا كشعب طيبين جدا وبنتعاطف جدا. بالظبط كده. وعشان كده قلت لك في محمد كتير، مش لازم ينزل ترند. ودي بقى الجانب اللي انا بقول لك عليه في السوشيال ميديا، ساعات بيبقى ايجابي وساعات بيبقى سلبي. الناس طلعتك ترند عشان احنا شعب عطوف. لا مش عطوف. ليه مش عطوف؟ بتغلط في الشعب يعني احسن ناس، يعني احسن ناس، يعني قصدي يعني ايه احسن ناس واحلى ناس في الدنيا وربنا يخليهم. ونعم. معلش يعني جميل. هم لكل انا اللي مش عطوف ده هو اللي وصلك. طبعا يعني احسن ناس، يعني انا قصدي انا كده. لا يعني هو وصلك للحاله اللي انت تقعد قصادي وتطلع. بص يا استاذه اقول لك على حاجه، وتروح تقابل الفنان احمد العوضي لا دي اول مره دي بس. طب عايز اقول لك حاجه، لو مش شعب عطوف والناس اتعاطفت معاك ما كنت هتوصل للفنان احمد العوضي؟ لا، لان هو لمسه انسانيه منه جميله. بالظبط. طيب ده دليل ان الناس هي اتعاطفت معاك، ابتدوا يشيروا الموضوع. استاذ احمد العوضي اخوك كبير وفنان وباشا حبيبي. ثانيه دقيقه واحده بس انت خلينا رحت الهيئه وسلمت بدلتي، حلو الكلام، على اساس ان انت اللي انا اتصل بيك ان انا اروح اعمل الرخصه. طيب اما اطلع حلقه بيتصلوا بيا او يقولوا لي تعالى عندك حلقه كذا عشان اتكلم. طيب انا لو اداني انا كنت طلعت شفت شغلتي. انا ليه انا عايز اطلع في الاعلام ولا في الجورنال ولا في التلفزيون؟ طب وانت لو سلمت البدله ما ينفعش تاخدها تاني؟ انا مع شركه المقاول اللي انت بتقول عليها الثواني دي واحده. ثواني. قال له عايز ارجع. لان انت خلاص ما تزعلش مني. تمام. الموضوع خلاص ما بقاش يملى عينيك دلوقتي ان هو كعامل نظافه. انت خدت اتجاه اللي هو الاتجاه ان انت الميديا وبقيت مشهور. بقول لك ايه، انت كنت عايز تحضر المهرجان. ثواني يا محمد، حتى رديت على في قناه ما ومن الاعداد، وتقريبا غالبا الموضوع ده يعني ممكن يكونوا مسجلينه لك. قلت هم اللي بيروحوا المهرجان احسن مني، صح ولا لا؟ استاذه احنا كلنا لا رد عليا. طب رد عليا. لا مفيش الكلام ده دلوقتي. انا عايز اقول لك حاجه، ما دخلت المدينه لسه الكلام ده ولا متاكد. ما هو بقى يا محمد لو في تسجيل مكالمات مشكلتك يا محمد بيحصل الكلام وتيجي تقول ما حصلش. ذكرت موضوع. بص يا استاذه انت عاوز اكذب عليك واقول لك حصل. انا عارف هو حصل. يبقى انت بقى نقي كلامك ادام انت عارف. نقي كلامك عشان انت حطيت لي نفسك. انا ان شاء الله رايح المهرجان. لا ده مع الاعداد. الاعداد مين اللي كلمني من الاعدادات؟ من الاعداد من عندنا يا محمد. من عندك؟ من اعدادك انت؟ قلت له الاعداد بيهزر معاك بيقول لك انت رحت المهرجان. قلت ليه السؤال رحت قلت لا ده هو اللي بيروح المهرجان احسن مني. مفيش حد احسن من حد، احنا كلنا ولاد 9. استني يا استاذه، كلنا ولاد. ده انت شغلانتك بقول لك دي شغلانه على راس المصريين كلهم. بالظبط كده. انا مطلع اغنيه حلو الكلام، كلتنا ولاد 9. وانت كنت مغني عشان تطلع اغنيه؟ نعم كنت مغني عشان تطلع اغنيه. اقول لك ايه، وربنا ايه المشكله لما ربنا يفرج عليها وطلع اغنيه؟ لا ده دي بتبقى هوايات بقى في البني ادم. ولو ربنا رضاك ازاي وطلعت مذيعه؟ هوايه من وانا برضك لسه صغيره قد كده. معلش يعني ايه ربنا ما فتحها عليا واطلع اخش مسلسل ولا افلام او مذيع او اي حاجه؟ كاريرك خالص. نعم؟ انت واخد اتجاه دلوقتي. خدت اتجاه جدا. والله التليفون بيجي لك حاجه حلوه اطرح ولا لا؟ رزق وربنا بعته. رزق قال لك تعالى اعمل معانا اغنيه. يا استاذه صوتك حلو انك بتعرف تغني. يا ستي هتطلع كمؤدي ولا مغني؟ صوتنا حلو الكلام لا وحش، بس ايه المشكله من نخش؟ ايه المشكله يعني؟ تدخل في ايه؟ تدخل سبت شغلك وموقف حياتك على الكلام ده مش دايم يا محمد. لا بص يا استاذه اقول لك على حاجه، ده رزق ربنا. رزق ربنا ما بنتكلمش في. لا نور عليك، ما تتكلميش فيه. انا بكلمك في خدت اتجاه تاني، الاتجاه اللي انت فيه ده. انت دلوقتي معلش انا اسف الكلمه، عشان انت تخش حلقات او اي حاجه بعد قد ايه ربنا كرمك. معلش ماشي اوكي، بس اقول لك حاجه، ربنا رضاني. ربنا رضاك بايه؟ ربنا رضاني بايه؟ سبت حياتك وشغلك. تليفون حلو ماشي ورزق بتاع ربنا. ما انت ممكن وانت في شغلانتك كان يجي لك رزق يا سيدي 1000 جنيه 2000 جنيه 5000. وبقول لك ايه؟ انا استنى بس دقيقه واحده. انا عمري ما طلبت من حد جنيه. دلوقتي ما بنتكلمش في رزق، انت بتتكلم خدت. انا عمري ما طلبت من حد جنيه ولا عمري اتكلمت على اي حد. ما بتكلمش على الجنيه ولا طلبت. استنى واحده، اصل انت بتقولي انا بتكلم خدت اتجاه الاعلام والسوشيال ميديا. انت اتجهت للاتجاه ده خلاص، هو ده بقى حياتك. انا عايز في الحلقه دي مفيش كلمه تكون متغيره ولا تتنسح. مفيش كلمه، احنا على فكره بس مباشر. بالظبط كده. بس مفيش كلمه تتغير. انا اسالك سؤال. اتفضل. انت دلوقتي بتقول انت جاي مقابل. انا اللي طلبت مقابل. انت بتطلب مقابل. انا طب بقول لك ايه، انا دلوقتي هجيب الاعدادات. لو قال له لا انا اجيب مقابل، يعني احنا قلنا لك الاعداد لو قال لك اطلع عشان فهموا ان انت رافض تطلع مع الفنان ادوارد
وما عرض عليك فلوس ولا لا قرض. انا عايز اروح ادوار نفسه طلع عليه الكلام ده. يا استاذه استني يا استاذه والنبي بالله عليكي بس عشان ما تدخلناش بس في الكلام. انا عايز استاذ ادوار يا ريت يرد عليا الوقت حالا، او انا هقابله وخليه يقول لي ده انا عرضت عليك 1000 جنيه وعشوه. لا ده انا مش عايز اتعشى واجي لك وعايز ال 1000 جنيه، انا في عرض ال 1000 جنيه، انا في عرض الجنيه. انت يا استاذ في عرض الجنيه مش تنزل وتشوف شغلك وتشوف حياتك. استني بس ثواني. انا مين انا عشان تبقى 10000 جنيه و20000 جنيه و50000 جنيه و100000 جنيه؟ احنا ما قلناش ان اقترضنا 20 ولا 30 لا ولا هم كانوا بيقولوا كده. لا ما حدش قال كده ولا لا الزميله هم قالت بيقولوا كده، بيقول لك لا 20 و50 ولا قالوا الكلام ده. انا مين انا؟ ما قالوش كده لا انا عايز الجنيه يا محمد ان انت سبت حياتك وشغلك ومتجه لحاجه تانية. الحاجه دي مش دايما ليه؟ بالظبط كده. خلاص بعد ما الناس كمان ومين كانت اللي جاب دلوقتي عندك انت؟ مش انت اللي مكلمانا الاعدادات؟ جايباك. انا بقول لك انا جايبين الاعداد جايبينك. ليه بقى؟ مش عايز اطلع اعلان ولا عايز صحفيين ولا عايز تلفزيون ولا عايز اي حاجه، بس يا رب ما حد متصل بيا عشان ما تقوليش بقى ان انت بتيجي ليه لما انت مش عايز تطلع؟ نعم وبتيجي ليه لما انت مش عايز تطلع؟ انا والله العظيم فعلا كنت معايا اجي، والله ما حد ما وصلت على البوابه بره مدير الانتاج، والله العظيم التسريح ما اتعملش، والله العظيم قلت لهم امشي والمكالمه هسمعكم الوقت اهي، والله المكالمه هسمعها لكم. يعني انت جاي ما رنتش على الاعداد من كام يوم وبعت البطاقه من يومين 3؟ طيب ما فيش يا محمد ما تغيرش الاقوال. استنى بس دقيقه واحده. الموضوع بتتكلم ان انا مش عايز اطلع في الميديا والاعلام. انتوا بتحايلوا عليا عشان معلش اجي الحلقه. احنا بنتحايل عليك؟ طبعا. يعني انت ما بعتش البطاقه من 3 4 ايام وميعادنا امتى؟ انا لا مش من 3 ايام. الحلقه طالعه امتى؟ هات الحاجات دي الوقت واكشفيها على اذنك قدام الكاميرا. خلاص يبقى يا جماعه ده تنبيه، كل اللي يتكلم محمد بعد كده يسجله ادام هو بيغير الكلام. يا استاذه ما فيش الكلام صح. انا صح يا محمد، مشكلتك كل حاجه تقول ما حصلتش. لا البطاقه دي لسه بعتها. طب هقول لك حاجه يا محمد، مش من 4 ايام بعتها امبارح. والله بعتها من 3 ايام. لا اتيها لي تبع اذنك الاعدادات. اتيها عايز اشوف محمد بنشكي صوتنا. طب ماشي دي مش لا ما عشان اكشف نفسي قدام الناس ان انا ما بكذبش. انا عايز ابرئ نفسي. ما انت بس يعني سبت الموضوع الاساسي ان انت خدت كارير الاعلام والميديا والبرامج والقنوات، ودلوقتي بتقول انا مش عايز اطلع في الاعلام. دلوقتي بتقول كده كمان. ثانيه واحده. واحد بيتصل الاعدادات بيتصل بيا. انت ما عايز تطلع تغني؟ مش انت كده عايز تبقى في الاعلام؟ واحد بيتصل بيا بيقول لي تعالى في 2000 جنيه ليك ولا 1000 جنيه وفي حلقه يوم كذا. لا ده انا هاجي، ده انا عايز ال 1000 جنيه ولا 2000 جنيه. وانت اما انت دلوقتي تطلع تغني انت كده مش عايز تتشهر وتبقى في الاعلام؟ نعم. وانت صوتك يعني ان انت لا صوتي حلو بسم الله ان شاء الله. طب غني وادم صوتك حلو سمعني حاجه. ما انا بقول ما انا طالع اغنيه كلتنا ولاد 9. كلتنا ولاد 9 وانتوا شغلانتكم على راسنا بالظبط، ومن غيركم مش هنعرف نعيش في البلد. ده شغلانه شريفه. طيب ايه بقى الفرق عندك انت بقى؟ الصوت حلو ولا وحش؟ تفرق معاك ايه؟ انا لما يكون عندي موهبه. لا مش الاغنيه تطلع وحشه على اذنك ما تسمعيش. هو بس كده ده اللي انت بتقوله؟ هتقول للشعب كله اما الاغنيه وحشه ما تسمعهاش؟ لا اغنيه انا عارف مطلعها ازاي. كلتنا ولاد 9 فعلا. عشان برضو مختار الميديا والاعلام. ليه؟ عشان لا بقول لك ايه، اقول لك الحاجه. رزق وربنا فتحوا لي. انت عايزه حاجه؟ رزق. انت مش مختار الرزق، انت قاعد في البيت مستني ان انت ده مكالمه تليفون برنامج. لا بقول لك يا استاذه سبت اتجاه وقفت حياتك على الكلام ده. ولا تلفزيون، هم يا رب ما يتصلوا بيا وانا بقول كده. يعني انت معنى كده مش هتطلع في حاجه ثانيه؟ لا مش عاوز اطلع، انا مش عاوز اطلع. مالكيش دعوه بيا بقى، اشتغل ما اشتغلش. انت ما بتدينيش حاجه من جيبي. احنا ما بنمنكش حاجه من جيبنا، بس بنقول لك ليه وقف حياتك على الكلام ده. بس الناس كانت متعاطفه معاك جدا جدا جدا. بتحب الاعلان وبتحب تطلع حلقات. هقول لك حاجه، انت بلغي. الناس كانت متعاطفه معاك جدا 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 وانا بتكلم على الهوا. دلوقتي خدت بقيت نموذج سلبي ليهم يا استاذه. وانا بتكلم على الهوا انا مش عايز حد يكلمني في حلقات. انا عايز كده. ما تتصليش بيا. ماشي خلاص اوكي. انت اعلنت على الهوا دلوقتي ان مش هتطلع في بالظبط. انا مش عايز اطلع على الاعلانات. ماشي تمام اوكي. دلوقتي شغلانتك ايه؟ هو ايه؟ انا شغال ايه؟ شغال دكتور يا استاذ. احنا قاعدين في البيت. بتستخف بعقول الناس. انت كده بتستخف بعقول الناس. لا مش بعقول الناس. اصل انت بتسالني اسئله غريبه. ايه الاسئله الغريبه؟ الغريبه اللي بقول لك بتشتغل ايه؟ لا سؤال غريب. ده المفروض اول الحلقه الكلمه دي قاعد وفرحان ان انت قاعد. انت سبت شغلانتك. استنى بس. طب مدخل رزقك استنى بس إيه؟ انت بتديني حاجه مؤاخذه. هو انت كل اللي انت فارق معاك بتديني؟ يا استاذه انا احنا جايبينك هنا بفلوس. ايه؟ ما تقولش بتديني حاجه. بديك من جيبي. انا سؤال ورد على سؤال ربنا بس. اتفضل. انا طلبت من بقي حاجه؟ طلبت من بقك حاجه. اقسم لك بالله لا هتصل بالاعدادات. حلو الكلام وخلاها ترد. وعلى اذنك انا هتكلم في التليفون دلوقتي. ما قلتش انا باجي في اوبر وبرجع في اوبر. استاذه انا شغال حتى اجي بعربيه بي ام. ما تيجي عشان كده عايز فلوس. انا باجي في اوبر وبرجع في اوبر. انت اللي طلبت من الاعدادات. لا انا هاجي انت اللي طلبت. ما تيجي في طياره. واحد قال لك بتيجي في ايه؟ انت اللي طلبت. ده انت بتحلل فلوسك كمان. قلت للاعداد انا باجي في اوبر وبرجع في اوبر. انت اللي طلبت على اذنك. انت اللي حطيت المكافاه وفيك مبلغ كذا. الكلام شايفها ان هي مكافاه؟ نعم. ما بقتش ان هو ظهورك بمبلغ كذا. انا حتى من غير مقابل فلوس معلش يعني.
هاجي غصب عني، بس عشان دير الناس. انت عارف يا محمد، انت اول ما قعدت معانا قلت انا نص ساعه هطلع، رغم ان احنا الحلقه ساعه، قلت نص ساعه أستاذة، لا، هطلع أنا عشان انا عندي برنامج تاني وقتي ما ايوه يسمح. فعلا انا عندي برنامج تاني، انت عشان كده بتسالي في اول نفسك الحلقه ليه؟ بالظبط ما كده تقولش عندي. تزعلي نفسك واتكلم. انت بتتكلم ليه لا السؤال ده وحش. بالراحه. انا ربنا يا ست واحد بالراحه، بيتصل بيا، احنا ايه مش المشكله؟ بنتخانق. اهدى كده وخليك ريلاكس، اشرب مشروب لا مش شكرا. المشروب ايه؟ شط ميه؟ معلش لا يعني. نجيب لك اللي انت لا عايزه. متشكرين والله، كتر خيرك. شوف عايز ومعلش تشرب ايه. انا بتكلم انت صح كل وما برنامج بتكلمش تطلع فيه غلط. لازم تقلب الدنيا كده بالشكل ده. استاذنا بقول لك ايه يا استاذه؟ ليه ما بتحبش الحقائق؟ يبقى انت كده مش بتحب الحقيقه. بحب الحقيقه. والله مش بتحب الحقيقه. هاتيلي طب اي حد بيقول لك حقيقه بتتنرفز وتوصل للحلقه اللي انت بقول فيها. لك ايه، اصل انا ما بحبش الحد اللي يتكلم معايا في مؤاخذه في حاجات اصلا ما فيش حاجه زي كده. حاجات عشان انت دلوقتي ايه؟ انت طالب فلوس، انا اللي طالب ثواني فلوس. يا محمد، ثواني. انا اللي طالب فلوس. ممكن تسمعني زي ما سمعتك؟ لا ما لا لو على اذنك هات الاعدادات الاول وانا اكمل معاك في الحلقه. ممكن تسمعني؟ ممكن تسمعني. هات الاعدادات على اذنك وانا اكمل معاك في الحلقه. ليه اول ما طلعت خليه يقول لك ان انا طلبت فلوس والناس كانت متعاطفه معاك؟ دلوقتي ما بنتكلم في حقائق انت بتعملها. معلش الناس لا بنتكلم في حقائق واقع انت بتعمله. بتتضايق وتوصل للحاله اللي انت فيها دي. استاذه الناس فوق دماغي كلتها وتحت امرهم. طب احنا جايين هنا عشان نعرف استني بقى خلينا نتكلم. على اذنك هات لي الاعدادات اللي انت بتقول ان انا طالب فلوس. انا طالب فلوس؟ انا مش طالب حاجه. خلاص انت مسميها مكافاه؟ ايه؟ انت بتطلع اقول لك على حاجه، انا سامع التسجيل ده من الاعدادات اللي هم اللي حاطين المكافاه واطلع دلوقتي على القناه. ماشي، ده مكافاه مش مكافاه، ده دليل انك بتيجي بفلوس. يا استاذه انت اللي حاطه المبلغ مش انا اللي طالب من بقي. يعني احنا قلنا لك تعالى ببلاش كنت هتطلع ببلاش؟ اطلع ببلاش. طب خلاص معانا حلقه بكره تعالى ببلاش. هجيلك ان شاء الله. مش لسه قايل مش هطلع تاني ببراءه؟ بس انا بقى عشان اقول لك على حاجه. عشان انا بنيجي ببلاش. اوكي عشان انا ما بجيش بفلوس. خلاص معانا حلقه تاني بس ممكن تيجي ساعه مش نص ساعه. نعم. زي ما انت قلت عندي وقت ما يسمحش ان انا اقعد ساعه، انا هطلع نص ساعه عشان عندي برامج تانية وعندي حاجات تانية. بقول لك ايه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا فتحها عليك يا محمد. انت بتاخدنا اتجاه تاني. بس ابنى حاجه ما تطلبيش من حد حاجه. لا انت بتاخدنا في اتجاه تاني. ربنا فتحنا عليا ده رزق. احنا مش وايه العربيه دي وايه مش عارف ايه؟ فين العربيه؟ انا بتصور بعربيه. انت بتستفز الناس، بتطلع الايام دي بتستفز الناس. فين العربيه؟ طالع بعربيه بربع مليون جنيه وتقول فين العربيه بربع مليون؟ يعني العربيه السوبيشي بومه ده واحد صاحبي. احنا برضو ده اللي ثانيه واحده بس، ادي الصوره وشوف العربيه دي ايه. خليتوها من نص مليون وبربع مليون ليه ان شاء الله؟ فين دي من نص مليون؟ بتروح تشتري براندات دلوقتي بيتقالوا براندات وما شاء الله عليك. فين بقى ان شاء الله الكلام ده بقى؟ فين يا استاذه؟ كل ده اتقال. بعد كده الناس بتصورك عشان ما تقولش ما حصلش. بص استاذه انا جاي في عربيه ميكروباص ومركب ميكروباص والشعب عارف بكده. انت عارف انت قايل لي الاعداد ايه؟ انا جاي في اوبر. انا؟ طب ومين الله وحق لا الا الله انا جاي مواصلات. لا انت قلت كده عشان ومين الله؟ لا والله عشان تحلل فلوسك. انا جاي اوبر وراجع بالله يا ستي. بقول لك ايه، حتى لو خدت اوبر محمد انت حتى ايه هنا؟ حتى مكافاه ايه هنا؟ يعني بالعربي لا انا اخد بيه اوبر رايح جاي حلو الكلام وهو عباشا زي اي بني ادم. وانت عايزين اركب ايه؟ اركب عربيه ما تركب اوبر واحنا بقول لك تركب ايه؟ انت شويه تقول لي رزقي وجاي من عند ربنا هتمنعيني، شويه تقول لي تديني، شويه عايزاني. انا مش عايزاك حاجه. انت مش عايزاني؟ انا عايزاك ما تاخدش الاتجاه ده ان هو يبقى. لا استاذه اقول لك على حاجه. ده مش رايي انا كمان. ده راي الشعب كله. راي الشعب كله على اذنك بقى. ده راي الشعب ده كله فوق دماغي بالظبط واشيلهم فوق دماغي. ايوه واحسن ناس. وعلى اذنك انا واي حلقه ما بطلبش جنيه من حد. برضه مصمم عشان ما تقوليش بس انت جايبه مقابل وجايب فلوس واحنا ايه انت اللي طالب. لا انا ما طلبتش. انت دلوقتي يا محمد قلت لي البطاقه من هنا بثلاث ايام. استنى يا استاذه موقف حياتك على اللي هو استاذه انت بتقولي كمان البطاقه هنا بثلاث ايام. لا تسمعني. البطاقه هنا مش بثلاث ايام. اسمعني موقف حياتك على تطلع في برنامج يديك مبلغ، على تعمل ترند تنزل اي حاجه. راكب عربيه بربع مليون رايح المهرجان. مين اللي منزل كده ده؟ احسن مني. ليه الغرور خدك كده؟ مين اللي منزل الكلام ده؟ مين اللي منزله؟ مش احنا اللي بنجيب الكلام ده. طيب انا ما اعرفش مين. السوشيال ميديا زي ما نزلتك كنا متعاطفين معاك، هي برضو السوشيال ميديا اللي نزلتك وبقيت في اتجاه سلبي للناس يا استاذه وبقيت نموذج دلوقتي. يا استاذه عايز اقول لك حاجه على فكره، انت بقيت دعايه لناس كتير تعمل زيك. اصلا انا عايز اعرف مين اللي نازل الكلام ده بتاع ده اصلا. نزل كلام ايه بتاعك؟ يعني فين العربيه بنص انت ما طلعتش فيديو، ما احنا ما نقدرش نجيبه عشان ده على اسم حد. انت ما طلعتش فيديو قلت انا جاي لي دعوه وهحضر المهرجان، جايب بدله هحضر ختام المهرجان. بقول لك يا استاذه انا شايفه الفيديو ده ليه استاذه وانا بحضر للحلقه. استاذه اتفضل. ايوه جالي دعوه. رد عليا في السؤال. والله العظيم اروح. والله ما تقدر والله ما ريت اروح. بحلف بالله ما ريت اروح. ورضيت تروح عزل مرحوم استاذ فريد الدين. ايه؟ لا بقول لك يا استاذه اقول لك على حاجه. بس واحده بس ثانيه واحده على اذنك عشان نتكلم بقى صح بقى. انا كنت بصلي العشاء في المكرم. وبعد ما صلينا كان معايا الممثل البرازيلي بتاع مسرحيه الكوميدي اللي كان معايا اللي انتوا بتقولوا عليه بودي جارد
ده اصلا فنان، ده فنان اسمه برازيلي، ده معروف، ده هو معروف اصلا. انت كنت بتقول اصلا بودوجارد، يعني هو حد يخش يعني العزا السيد العزا فريد الديب حلو الكلام ببودوجارد؟ وتاني حاجه ده احنا صلينا الباب المسجد ما فيش 3 متر، والكلام ده انا بقوله اهو ما فيش 3 متر. طب ما ظهرتش ليه قبل كده قبل الواقعه بتاعتك ترند ايه؟ استني بقى ده ما واحده. ظهرتش ليه قبل كده في عزا فنانين ومشاهير قبل الواقعه بتاعتك؟ طب استني، ما ظهرتش ليه قبل كده؟ واحده لو على الترند والسوشيال ميديا هات لي فيديو ليك، هات لي فيديو ليك كنت بتصلي برضو قريب من مكان ما قبل واقعه الكشري التحرير. اوكي وانا في عزا؟ طلعت عزا فنانين او مشاهير. لا صلي على النبي. ليه دلوقتي بعد ما اقول لك على حاجه، انا اقسم لك بالله احنا عندنا، انا مش بحاسبك ان انت ثانيه واحده بس، احنا عندنا عشان ربنا ده يحاسبك انت ويحاسبني انا. احنا عندنا اي عزا بنخش فيه وده واجب علينا، حلو الكلام، عشان ما تفكرش انا داخل ترند وسوشيال ميديا. ما انا قلت لهم الكلام ده على الهوا برضه، قلت لهم انا كفايه الترند اللي في الشوارع، يعني فنان يا نجم. خلاص احنا وقتنا خلص. على العموم يا استاذ هقول لك حاجه يا محمد، ما تخليش الميديا تاخدك في اتجاه تاني، وهي فتره ما مش هقول لك هترجع تاني او لا، فكر في حياتك صح. لا انا بفكر في حياتي صح. لا نصيحه، لا ما تاخدش الاتجاه ان انت كرست حياتك. احنا جايين، انا عارف يا محمد، شكرا ونورتنا في حلقتك. ربنا يخليك، بس انا عارف القانون كويس وكتر خيرك انت قوي. اشكرك، شكرا. شكرا يا محمد.